اوعى في الجواز تختار واحدة علشان جمالها فقط، او حضرتك تختاري واحد عشان جماله، اهو وسيم او عنده سكس باكس او شعره حلو او بيتكلم ملابق في الكلام. يا واد انت، لان كل حاجة بتتغير وبيحصل بعد الجواز حاجة اسمها اعتياد. لو انت متجوز اجمل واحدة في الدنيا والله لا تعتاد على جمالها وهتصبح بالنسبة لك شخصية عادية. العلاقة ما بين الاتنين بتقام على الاخلاق والتعامل، مش على الشكل والمظهر. اصل انتوا مش هتقعدوا في البيت تتصوروا وتاخدوا سيشنز مع بعض. اوعى في الجواز تفكر بنصك التحتاني، نص التحتاني ده ياما ضيع ناس كتيرة قوي قوي قوي. فكر بالنص الفوقاني بعقلك، هل الشخص ده هعرف اكمل معاه؟ هل الشخص ده او البنت دي اخلاقها تناسب اخلاقي فعلشان كده ارتبط بيها او ارتبط بيه؟ وكل الناس اللي اتجوزت عشان الشكل او علشان الجسم حتى اتطلقوا على طول، شهر شهرين وتلاقيهم بيتطلقوا. اختار على المظهر، ما اختارش على الجوهر، لان الجوهر هو الاصل. سيدنا محمد بيقول ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه. فنركز لان السوشيال ميديا دلوقتي بتتوجه بقوة. شفت جميلة وزي القمر ازاي؟ شايفة الولد جميل وعنده شعر ابيض في دقنه وجسمه حلو ووسيم ازاي؟ طريقة التفكير بالشكل ده هي خراب للعلاقات، هتتعب قوي في حياتك.